عاملين ايه النهارده؟ انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم صينيه فراخ بالبطاطس. اول حاجه انا جبت الفراخ اهي. بشيل انا الجلد والدهون اللي بتبقى في الفرخه كلها وبغسلها كويس بملح وخل. بنقعها لمده نص ساعه بعد طبعا ما بشيل الدهون والجلد وكل الحاجات اللي بتبقى في الفرخه. بروح نقعها في ملح وخل وميه لمده نص ساعه، وبعد كده بشطفها وبصفيها كده بالشكل دوت اهي. بعمل فيها فتحات برضو كده في الصدر وفي الورك، برضو بعمل فتحات عشان التتبيله اللي انا هحطها فيها تبقى تخش كده في الفتحات وتدي طعم حلو في الفرخه. اول حاجه بقى انا هنا جبت بصل، قشرته وغسلته كويس وقطعته قطع صغيره كده، وهبدا اعمله في الكبه. عملته بالشكل دوت كده ناعم. هبدا احطه هنا. البصله خلاص اهيت انا فضيتها هنا. هحط لها ملح وفلفل، معلقه فلفل صغيره، معلقه ملح، وبعد كده بزود الملح حسب بقى لو انا عايزه، حسب المذاق بتاعي. وبدعك كده البصلايه. اجيب بقى الفراخ كده انا هتبلها شويه، وبعد تحطي التتبيله من الجهتين كده في الفرخه. وبندخل بقى في الفتحات كده البصل. انا عملتها كلها بالبصل، هسيبها تتبل شويه وبعد كده هاخدها اسويها. صينيه وحطيت فيها زيت وهبدا اضيف الفراخ بقى. هشوحها شويه في الصينيه. هضيف البصل اللي باقي معايا. هشوحها من الجهتين. الفراخ اتشوحت معايا اهيت، وانا هضيف لها دلوقتي معلقه توم مهروس. اتشوحت معايا كده الفراخ. هبدا اضيف لها بقى انا هنا كده جبت 4 طماطمات وقطعتهم قطع صغيره وهضيفهم على الفراخ. الطريقه ديت بتبقى البطاطس معاكي طعمها حلو وخفيف. هسيب الطماطم تتشوح كمان مع الفراخ كده شويه، وبعد كده هقلبها، وبعدين هغطيها شويه كده لمده 5 دقايق، وبعدين هبدا اضيف لها البطاطس. الفراخ اهي اتشوحت معايا كويس. انا دلوقتي هبدا اضيف لها البطاطس ديت. انا جبت حوالي كيلو بطاطس وغسلته وقطعته قطع صغيره كده، وبعدين شطفته وصفيته. لازم تصفيه من الميه كويس. وهبدا اضيفه هنا كده. هضيف كمان مكعب مرقه، والمرقه دي اختياري، لو مش عايزه تضيفيها خلاص. هنبدا نقلب البطاطس كده في الطماطم وفي الفراخ. خلاص انا قلبت البطاطس كده في الطماطم وفي البصل بالشكل دوت اهي. وكمان حطيت لها ملح تاني عشان بعد ما بنضيف البطاطس بتبقى محتاجه ان هي يتزود لها ملح. هحط لها بقى الميه بتاعتها اللي انا هسويها بيها. بنظبط شكل الصينيه. الصدور بنخليها على تحت كده، القطعه اللي فيها اللحم بتبقى من تحت عشان تستوي كويس، والوراك بنخليها على الوش التاني كده عشان الورك ما بياخدش تسويه كتير. ده شكلها. هسيبها تغلي غلوه واحده بس كده على النار من فوق، وبعد كده هحطها في الفرن عشان اكمل تسويتها. بس لازم اغطيها دلوقتي. لما بنحطها في الفرن ما بنغطيهاش. مع صينيه البطاطس بتنجان مقلي اهو. انا جبت البتنجان وغسلته وشلت الراس اللي بتبقى هنا كده من فوق. ودي التتبيله اللي هعملها له: فلفل حامي، فلفل رومي، طماطمايه، توم مهروس. ديت التتبيله ديت هعملها في الكبه دلوقتي. البتنجان هنا عشان اقليه. بعد ما يتقلي شويه معايا ويبدا يفتح هبدا اقلبه على الناحيه الثانيه. التتبيله بتاعت البتنجان
انا قطعت الفلفل بالشكل دوت وهدعمها في الكبه كده. هبدا اضيف دلوقتي معلقه الثوم المهروس. لو ما عندكيش ثوم مهروس بتفصصي كام فص ثوم من الطماطم. الخلطه اهي بعد ما ضربتها في الكبه هضيف لها بقى حوالي نص كوبايه خل او معلقتين خل كبار. هقلبها فيها كده. بقت جاهزه معايا، هفضيها واعصر عليها ليمون واحط لها ملح وفلفل وكمون. ده خلاص خلص معايا اهو. البتنجان خلص معايا وهبدا دلوقتي احشيه. انا خلاص خلصت الخلطه بتاعته وعصرت عليها ليمون حوالي ليمونتين. هبدا اضيف لها بقى التوابل اللي هي ملح، كمون، فلفل اسمر. دي التوابل اللي هضيفها لتتبيله البتنجان. بنقلبها كويس عشان الملح يندمج معاها والتوابل. واجيب البتنجانه كده اهي وافتحها وابدا اخدها هنا كده واحط لها من التتبيله ديت. لازم نغرقها كده في التتبيله. البتنجان خلاص حشيته كله اهوت وفضلت معايا تتبيله هنا اهي انا هضيفها عليه برضو. التتبيله دي بيبقى طعمها حلو لما بنيجي ناكل وناخدها كده مع الاكل بتدي طعم حلو. الرز دلوقتي انا جبت حله وحطيت فيها معلقتين زيت كبار وهبدا اضيف بقى الشعريه. هعمل رز بالشعريه. الشعريه اتحمرت معايا خلاص كده اهي. هبدا اضيف عليها الرز اللي انا غسلته. الملح نص معلقه ملح زياده عشان الشعريه على عدد الكوبايات الرز. كل كوبايه رز بضيف لها معلقه ملح وبضيف نص معلقه زياده عشان الشعريه. بقلب الرز كده في الشعريه كويس. كوبايه الرز عليها كوبايه ميه. يا اما بتضيفي بقى كده من غير ما تعايري بالكوبايه وبتغطي الرز بالميه. بسويه على نار عاليه ولما بيشرب الميه ديت او السوائل اللي فيه ببدا اهدي عليه النار عشان اكمل تسويته. صينيه البطاطس بالفراخ، البتنجان المخلل، الرز بالشعريه. بالهنا والشفا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.